هي الارقام الفلكيه. اصل الناس بتقول لك انت بتعترض، ما بعترض على ايه؟ ما كلها حاجات احنا عايشين فيها. امال اعمل ايه؟ ما انا من ضمن الناس اللي عايش في وسط الناس، من ضمن الناس اللي بنزل اشتري. اعمل ايه؟ الارقام الفلكيه للشقق دي ايه اللي وصلها لكده؟ غلو اسمنت ورمله وزلط. طب ما انت بنيها من زمان، من قبل ما الحاجات دي تغلى. ليه الجشع اللي احنا فيه ده؟ ليه الشقق في الفلكي مثلا توصل ل 600,000 و500000 و750,000؟ ليه؟ دي الشقه كانت ب 150,000 و200,000 بكتير. الارقام الفلكيه دي مين اللي هيشتري منك؟ ما حدش هيشتري. ما انت عايش في مجتمع كله تعبان زي حالاتك. انت عايز تكسب اكسب، ما قلتلكش لا، بس في المعقول، مش الشحطه دي كلها. فانا نصيحتي ليكم ما تشتروش، اصبروا شويه لما الدنيا تهدى ويفتح المباني، الدنيا هتبقى غير كده. لكن تشتري شقه بالثمن ده في الوقت اللي احنا فيه اللي الناس بتاكل بالعافيه، يبقى انت كده بتستهبله. يتوب علينا ربنا من الاستغلال، لان احنا كبشر وكشعب مصري ماشيين بمبدأ الاستغلال التام او الموت الزؤام.